بس عندي قناعة ان الشباب مش في باله الموضوع ده. ممكن في وقت احس ان انا يا بختي انا احسن من غيري، في اوقات بحس انه انا مش قادره. لا تشعر بالامان. انواع الرحمه ما فيش اكتر منها بالظبط. بس انا شايف انه ممكن الاتنين يمشوا مع بعض، علشان ده الانسان، الرحمة ضعف. لان الرب اصلا مش محتاج الفلوس. يا محبة، ازيك؟ ازيك يا جوزيف؟ ايه عامل الاخبار؟ كويس الحمد لله. انا عارف ان انت معروفة الناس كتيرة في دوائر حياتك وعلاقاتك، لكن اكيد في فئة من اللي بتشوفنا او بتسمعنا مش عارفاكي، فممكن تعرفينا بنفسك كده في دقيقة؟ وانا مش معروفه قوي بس تمام، هعرف نفسي بمنتهى البساطه. انا اسمي محبه، عندي 29 سنه، وانا بشتغل رسامه ومعالجه بالفن معالجة بالفن. هتكلم على الموضوع ده بعد شوية، لأن أنا عامل لي ارتكارية موضوع معالجة بالفن دوت يعني. وإحنا بنفكر كده في البودكاست والأفكار اللي ممكن نشارك بيها الشباب وتكون فعلا فرقة في حياتهم. موضوع ممكن ما يكونش على بالنا، موضوع الرحمة، وإزاي يكون عندي أحشاء رحمة. أنا مش عارف ليه عندي قناعة، وإن كنت أنا أكبر من الشباب شوية صغيرين، بس عندي قناعة إن الشباب مش في باله الموضوع دوت. ولأنه الموضوع بالنسبة لهم إن أنا إزاي أخد، إزاي أستجدي، إزاي تديني، إزاي يبقى عندي حاجة أخدها ليا. فخليني أسألك سؤال بسيط جدا. يعني إيه رحمة؟ بص، بمنتهى البساطة الرحمة هي إنه أحس بألم اللي حواليا وأخد أكشن اتجاه الألم ده، مش بس أقف عند الإحساس. يعني في مقولة كده بحبها إنه الرحمة هي مش مجرد شعور لكنها فعل. فالرحمة هي الأكشن اللي باخده اتجاه اللي قدامي لما بشوف إنه حاسس بألم، أيا كان نوع الألم ده إيه. بس ده منتهى البساطة. يعني عايزة تقولي إنه الرحمة فعل نتيجة شعور، ولا بس فعل كده عابر بيحصل؟ لا طبعا، هو في العادي بيبدأ بشعور انه مثلا انا بشوف جوزيف تعبان، متضايق، انا حاسه ان هو مش احسن حاجه، فانا بحس جوايا انه انا حابه اساعده وحابه اجي عند جوزيف واقول له انت كويس، محتاج حاجه، عامل ايه. والاكشن دوت جوزيف مش بيحس ان هو مفتعل، علشان لو اللي قدامي حس ان هو مجرد أداء واجب، أو أنا جوزيف أعرفه وعايزة أطمن عليه وخلاص عشان جوزيف ما يزعلش مني، ده بيوصل جدا. فالرحمة هي شعور حقيقي جدا تجاه ألم اللي حواليا وفعل مساعدة ليه. حلو، يعني هو شعور تجاه موقف حصل قدام مني وأنا أعرف مين الشخص اللي أعمل معاه كده، لكن بينتج عنه فعل. بالزبط. طيب إيه اللي يخليني أكون مغيب عن الحتة دي أو المنطقة ديت؟ المغيب عن الحتة ديت إن هو بيبقى منحصر في نفسه جدا. يعني للأسف الوقت ده وقت ضغط كتير، وقت أزمات اقتصادية، ووقت أغلب الناس حاسة بإحباط، وأغلب الأخبار مش أحسن حاجة. فالواحد بيحس اللي هو أكفي نفسي، يعني أنا مش قادر أطلع برا دايرة نفسي، ويدوب أنا بتعكز على نفسي عشان أقدر أقوم الصبح أروح الشغل أو أقدر أتعامل مع الناس اللي أعرفهم. فأنا في غنى عن ان انا اشوف مين محتاج ايه واساعد. يا عم سيبني في حالي. بالظبط. وفي نفس الوقت انه بقيت حاسه ان دي بقت زي النغمه اللي بنسمعها الاغلب الايام، اللي هو انا خليني في حالي، انا ماليش دعوه بحد. الناس مرهقه ومتعبه، الواحد لما بيطلع بره دايره راحته بيتعب، فانا عايز دايره راحتي. يعني دي دايره راحتي. بالظبط، لانه انا اي اكشن هاخده برايا بيترتب عليه مسؤوليات كتيرة. الموضوع مش بس ان انا اشوف جوزيف عامل ايه واطمن عليه وخلاص، لا، انا جوزيف هتابع معاه، هسأل عليه تاني، هطمن عليه وصل فين، اخباره ايه، طب محتاج حاجة، طيب اجي اساعدك في حاجة، طب هديله من وقتي، هديله من طاقتي، هديله من مساحتي. فكل ده لو انا مش قادر عليه، انا لا، انا يعني خليني في حالي احسن. حلو قوي. انا يعني مبسوط من البداية انه الموضوع فعل ناتج عن طريق احساس داخلي يخليني اطلع بره مركزية نفسي وبره دايرة راحتي. يعني عشان كده قلت الموضوع مرتبط بالشباب، انه يخليني في دايرة راحتي بالظبط، في الحتة اللي انا فيها، الزون اللي انا فيها، حاسس انا عم انا مالي باللي حواليا، كل واحد خليه في هم نفسه. طب ايه رايك في المقولة اللي بتقول يا رب اقولها صح، اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته، او اللي يحس بهموم الناس تسهل عليه همومه. بالظبط. تفتكر دي لها دعوة بالرحمة؟
بص يعني اغلب اللي يعرفوني يعرفوا ان انا دايما بستخدم الاسلوب ده في المواساة، يعني اللي هو انت يا تعبان، سلام. يعني ممكن يبقى بطريقة كوميدية احيانا، بس انا عندي قناعة بيه انه لما انا بشوف حواليا الناس انا بحس بالامتنان بابسط الامور اللي عندي. يعني لو انا متضايقه على بيتي ان هو مثلا مش انضف حاجه وبجتهد طول الوقت ان هو يبقى نظيف، وانا ببذل مجهود في ده واحس ان انا متأفئفة يعني، واجي اشوف ناس هي نايمة في الشوارع ومش لاقية حتة تنام فيها، فانا لا، انا بحس بامتنان انه يا رب شكرا على بيتي اللي مش نظيف، شكرا على السرير المريح اللي انا بنام يا عليه، سلام. شكرا على انه انا ما عنديش مثلا حاجات كتير بس انا عندي 1 2 3. ففعلا اللي بيشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلوته. بس طب ده ايه الحتة دخله دي بالرحمة؟ يعني ايه دخله بان انا اكون شخص رحيم يعني؟ بص يا جوزيف، يعني المثل اللي انت قلته ده بحس ان هو تريكي شوية، يعني ممكن في لقطة احس ان انا يا بختي انا احسن من غيري. واكيد ده يعني عمل حاجة غلط في حياته فربنا بيعاقبه بالاسلوب دوت، يا او احس سلام. ان انا بنفخة شوية بيني وبين نفسي، مش شعور امتنان للاخير ومش احساس بالغير للاخير يعني. فالحتة دي الواحد محتاج يخلي باله قوي من نفسه. انه انا لما جوزيف بلاقي ان هو عنده نقص في حته معينه والحته دي عندي، فانا احاول ان اساعده ان هو يبقى احسن، مش ان هو يبقى شبهي، وانه انا ما خافش ان هو يبقى شبهي. عشان في ناس احيانا بتاخد اكشن الرحمه، لا تشعر بالامان انه حد بقى زيي، بالظبط، وبتشعر بالامان ان هو اقل مني. بالظبط. اللي هو انا لما بساعدك انا بحس ان انا بس كويسه. ده عكس تماما فكرة الامتنان وفكرة التقدير. بالظبط، انه يعني اشكر رب على اللي عندي، اللي بالظبط. عندي بيحميني من عينيا ما تبصش على اللي فوقيه ولا تقارن نفسي بالامور الاعلى مني يعني. بالظبط. فهنا انا بشوف ان الحمايه من كل الدوافع اللي مش نقيه تجاه الرحمه، انه انا اخد فعلا الموضوع من ربنا، احس فعلا انه ربنا خلقني انسان، اشكر ربنا على انه انا انسانه وعندي بشر حواليا تانيين، ربنا خلقني كائن علاقاتي، انا مش هخلف لوحدي، او انا ما اتولدتش في الحياه ديت كده كائن طفيلي، لا، انا في بابا وماما جابوني، انا في اخوات، انا ليا عمام، انا ليا خلان، انا ليا ناس اصحاب. فربنا خلقني انسان ولازم اكون عندي علاقات. فانا اكيد السبب دوت اتخلقت لانه اشوف اللي محتاج واساعده، اشوف المبسوط وافرح معاه، اشوف الحزين واحزن معاه. الكلام ده مش سهل، الكلام ده مش سهل خالص خالص خالص. يعني انا في اوقات بحس انه انا مش قادرة ارد على التليفون، مش قادرة انزل من البيت، انا مش قادرة. بس فعلا الطاقة في الموضوع دوت ان انا افضل قريبة من ربنا وارجع للفكر الاصلي اللي ربنا خلقني علشانه. لانه انا لما بتوه عن على الصورة الاصلية اللي الله خلقني عليها، حقيقي الموضوع بيدخل في حتت بشرية، بيدخل في دوافع مش نقية، بيدخل في اكتئاب، بيدخل. انا مش بقول انه الاكتئاب مش حقيقي، لا، الاكتئاب حقيقي وربنا بيساعدني ان اطلع منه، لكن هو عامل من عوامل تانية كتير. يعني الله بيساعدني اطلع من ده، بس انا محتاج لحاجات تانية كتير. بس فعلا لو بعدت عن المصدر انه الله خلقني ان انا كائن علاقاتي، اساعد اللي حواليا واهتم باللي حواليا، انا هتوه في حتت تانية كتير. طيب بمناسبة اللي حواليا، ايه انواع الرحمة اللي ممكن اقدمها والمين الرحمة؟ ودول سؤالين اعتقد ممكن تدور حواليهم الحلقة او الكلام كله. انواع الرحمة، هل الرحمة بالنسبة لنا ليها صور ذهنية احنا تربينا عليها ويقول لك هي دي الرحمة؟ أيوه. او هي دي الطريقة اللي ينفع ترحم أيوه. بيها؟ يعني خلينا ناخدها واحدة واحدة كده. أنواع الرحمة ما فيش أكتر منها. يعني في كل حتة في ناس محتاجة أنواع كتير من الاحتياج. يعني في الاحتياج المادي والاحتياج النفسي والاحتياج الروحي. فحواليا في ناس كتير محتاجة الأكل، محتاجة الشرب، محتاجة السكن. في ناس عليها ديون، في ناس عندها اكتئاب بسبب فقد شخص عزيز عليه، فالشخص ده محتاج اهتمام مني. في حد مش لاقي وظيفة ومحتاج ان انا اساعده يلاقي وظيفة، فده محتاج رحمة مني انه انا اساعده. فالانواع الاحتياج كتيرة جدا جدا جدا. الاحتياج اتحصر في حتة معينة، للأسف هو اتحصر في حتة معينة، بس دي مش حاجة وحشة. يعني في الاخر برضو احنا بنعمل حاجة كويسة، بس محتاجين ان احنا نركز. ايه هي الحاجة ديت؟ يعني
احنا يعني بما ان احنا مجتمع شرقي شوية ومجتمع شوية الحالة الاقتصادية فيه مش احسن حاجة، فاغلب الاعمال الرحمة هي بتروح في الاكل والشرب، وبننسى ان الشخص ده محتاج ان هو يتشاف كإنسان في اوقات معينة بطريقة معينة. بالظبط بالظبط. يعني هو محتاج اكل وشرب. يعني ما ينفعش جوزيف يبقى جعان واجي اقول له بتفكر ايه لمستقبلك، بتحلم بايه، انا جعان انا محتاج اكل. فتزيد الاحتياجات المادية دي أول حاجة طبعا، إنه أكون بساعد اللي حواليا بأكل وشرب، بالذات إنه المعيشة غالية جدا، فالناس محتاجة إنه تشوف مني حاجة حقيقية. بعد كده بقى ابتدي أهتم بالشخص دوت كإنسان. بقى أنت عامل إيه ظروفك، عندك عيال ولا ما عندكش، بتصرف منين، بتشتغل، طيب عايش في ده بيت معناه كويس. ترتيب أولويات، يعني إن أنا الأول أخد بالي من احتياجاته المادية قبل ما أهتم بنفسيته. بالظبط بس أنا شايف إنه ممكن الاتنين يمشوا مع بعض، لأنه أنا حصل معاه موقف السنة اللي فاتت. كان في شاب كده شوية كان عنده إحساس بالنقص وعنده مشاكل كتيرة، وشوية من اللي هم الناس المحتاجين. كان محتاج إن أنا أخده بالحضن اكتر من ان انا اساعده، وهو على فكره محتاج مساعده. بس بعد ما اخدته بالحضن كده وحسسته ان هو انت محبوب وانت مقبول، قال على فكره انا في حياتي ما حدش حضنني، ما حدش اهتم بيا بالشكل دوت. فانا كان تفكيري الاولاني اللي انت بتقولي يا محبه، ان انا عايز ادور ازاي اساعده، او حتى لو حد غير يساعده بس هو محتاج مثلا امور ماديه، محتاج حاجه يعني نديها له. لكن هو كان اكتر احتياجه ان حد يحتويه. هو بص يا جوزيف، انا مش بحكي على الاحتياجات الماديه ان هي تسدد، انه انا اشوفك اقول لك خد كل، او تعالى انا جايبه لك حاجه تعالى خدها. لا يعني الطريقه هي اللي بتدل على ان دوافعي رايحه ماشيه ازاي. يعني انا ازيك يا جوزيف، عامل ايه، اخبارك، انت اكلت النهارده، فطرت النهارده. بيركز اكتر على فكره انت بتديني ازاي مش بتديني ايه بالظبط. واي حد لو هيجي يدي لحد هديه بيهتم بعد ما بيجيبها انه يهتم ان شكلها تبقى كويسه. ممكن يكون انا مش بعرف اتصرف كويس، وربنا هيعرف ان هو يعدل ده فيا لو انا دوافعي نقيه تجاه العطاء واتجاه الرحمه، بس انا مش بعرف انه اكون انا مصد كده، او مش بعرف اتعامل قوي مع الناس. الرب قادر يشكل فيا الحته دي، بس لو انا واعيه لده فلا، محتاجه انه اكون لو هساعد اي حد محتاجه انه الطريقه تكون كويسه. يعني جوزيف ده انسان عنده اسم وعنده عيله اسال عليها وعنده شغل اطمن عليه. اكلت النهارده؟ لا ما اكلتش، انا مش واكل حاجه من الصبح. طب انت عايزه تقول الموضوع ربنا شايفه اكتر من الناس شايفاه، حتى لو انا مش بعرف اعبر بطريقه معينه ممكن تشبع الناس، لكن ربنا شايف. بالظبط. انت عارفه ان في ايه انا بعتبرها ترند الترندات، يعني انه من يرحم الفقير يقرض الرب. اللي هو يعني لما حد ترجمها وقال لك انه لما انت بترحم واحد فقير والرب شايف ده، انت كأنك بتسلف ربنا بالفوائد. بالظبط بالظبط. يعني بيعجبني قوي تفسير الآية ديت، انه الله لما هيجي يكافئك على ده هو عمره ما هيكافئك بزي اللي انت عملته، هو هيكافئك بأضعاف أضعاف أضعاف. لأنه تخيل انت يا سلام. يعني بتدي ملك الملوك، فهو لما يجي بقى يرجع لك اللي انت عطيته لا هيغضق عليك. يعني مش يعني انتوا فعلتم بهؤلاء الأصاغر، ففي فعلتم بيا انتوا اديتوني زي ما اديتوا. بالظبط. يعني اللي انتوا اديتوا لهم دوت كأنه لي انا. الآية دي بتبهرني جدا، انه لما الرب بيقول كما فعلتم بهؤلاء الأصاغر، فانه انتوا فعلتوا ده بيا. لو أكلتوا حد جعان، لو شربتوا حد عطشان، لو قويتوا حد غريب، فانتوا عملتوا ده فيا. فتخيل كل مرة انت بتساعد فيها حد، بتقدم فعل رحمة بسيط لحد، انت أكنك بتعمل ده مع ربنا. يعني حاشا ان يكون الرب جعان وعطشان، بس الرب بيقول لك انه بيشبع بمحبتنا. هو ربنا بيقول لنا انه قد ايه دي حاجه مهمه، وقد ايه دي حاجه محتاجين نركز عليها. يعني انا بحس انه فعل الرحمه ده نتاج طبيعي لحد بيحب ربنا وبيحب الناس. ما ينفعش اقول ان انا بحب ربنا وبحب الناس ومش عايش الرحمه، لانه عامل كده زي لما انا بتنفس اكسجين بس انا ميت، ما عنديش اي عضو حيوي في حياتي. ده مستحيل. انا بعتبرها ابسط التشبيهات، انه لما حد يكرم ابني كانه اكرمنا انا.
ده بالظبط. يعني انت بالظبط. كده لما تكرم ابني كأنك اشبعتني انا، لما أيوه. بتدي كأنك اديتني انا. أيوه. ما خدتش حاجة، مم. بس انت اديت ابني، فانت كده كأنك اديتني انا. بالظبط. فده معنى بقى ياخدنا للفكرة التانية، لمين الرحمة؟ يعني مين الشخص اللي ممكن نرحمه؟ مين الشخص اللي، خلينا اقولها بلفظ عام كده، مين الشخص اللي يستاهل ان انا ارحمه واقدم له العطاء والمحبة والرحمة؟ للأمانة يعني هي الموضوع مش مين، لكن يبقى عندي عين حساسة وأنا ماشية في الشارع، وأنا قاعدة وسط ناس أعرفهم، وأنا راكبة في المواصلات، حوالينا ناس كتير قوي محتاجة رحمة. طب اقول يعني لك على حاجة بس ما الموضوع تزعليش مني، اه واعتقد في فئة كتيرة بتقول دوت، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. اه انت بتمشي بالمبدأ ده؟ للأمانة يعني ما أقدرش أقول إن أنا مش بمشي بالمبدأ ده أحيانا، لأنه ببقى مثلا عارفة ناس معينة هي محتاجة، بس يعني طول ما أنا حاسس بإن اللي عندي ده هو بتاعي، فأنا طول الوقت هبقى عايزة أوديه للي أعرفه ليه بقى؟ واللي ليه؟ علشان ده الإنسان شخص يعني للأسف الخطية أول ما دخلتنا احنا بقينا أنانيين، بقينا فكر في اللي لينا. بنفكر في اللي لينا واللي تبعنا واللي يخصنا واللي منا وكل الحاجات اللي ليها علاقة بأنا أنا. لكن ربنا طول الوقت في الكتاب في كذا مشهد يعني بيقول إنه اهتم بالإنسان بغض النظر عن هو مين، ديانته ايه، في بيني وبينه عداوة ولا لأ. لأنه حرفيا بجد يا جوزيف، طول ما أنا حاسة إن اللي عندي ده هو ربنا اللي مديهوني، فأنا بديه للي ربنا قال لي أديهوله، بغض النظر بقى عن مين الشخص ده. ربنا قال لي اهتم بالإنسان بغض النظر بقى عن أي حاجة. الكلمة دي بالذات محتاجة مراجعة لكل عطاء احنا قدمناه، ان احنا بندي انسان بغض النظر عن هويته ولا لونه ولا جنسه ولا البيئة والمناخ اللي كان عايش فيه. انسان بالظبط. انسان يحتاج، بالظبط. وانت عندك اللي يسدد هذا الاحتياج. بالظبط. بس ده انت قلتي مربوط شوية بالحساسية، انه اعرف ادي مين، مش اي حد، مش اي انسان اديله في اي وقت اي حاجة كده يعني. ده حقيقي، يعني ربنا ما خلقناش اللي هو ماشيين كده سبهللة يعني. لكن لا، انا ربنا اداني عقل واداني مشاعر احس بيها انه جوزيف محتاج مساعدة، وبعقلي بحاول بالحكمة اللي ربنا بيدهاني برضو اعرف هو جوزيف ده بيمثل اللي هو محتاج فعلا. الحكمة بقى، انا هحكي لك موقف، اشربي كده بس الحاجة السخنة. هحكي لك موقف تقولي لي انت لو مكانها هتعمل ايه. من كام يوم كنت في شبرا وكان في بعد دوران شبرا كده عيل ماسك طبق كبير وحاطط عليه بتاعة زلابية صغيرة، وراح تكبوا منه واتفرشوا في الارض، وقعد يعيط بطريقة يعني فطرت قلبي، دوبت قلبي. والناس اللي حواليك كلهم غالبا بنسبة كبيرة اللي واقفين كلهم اتأثروا بالولد ده، ازاي ده راس ماله كله اتحط في التراب فلقيت الناس تتسابق في فكرة ان هي تطلع من جيبها وتديله. ففي واحدة اديته 200 جنيه، فالراجل راح عمل لي كده قال لي اهدى شوية، الفيلم ده بيعمله 3 مرات في اليوم. فانا مشاعر اللي جوايا اتحولت 180 درجة، من واحد كان هيطلع يعمل زي الست لواحد يا ابن اللذينة انت بتضحك علينا. وبعد شوية مشيت لقيتهم بقى 3، كل واحد بيرجع يحط الزلابية تاني في الطبق والطبق الكبير. وانت هتعمل ايه؟ انا مش عايزة اصدمك يا جوزيف، بس نفس المشهد ده كان في مصر الجديدة. غالبا ده بجد نفس المشهد ده بالظبط. بس انا صدقت ان الولد ده حقيقي فعلا، حقيقي الزلابية اتكبت منه. انا عامل ايه؟ انا بني ادمه ماشيه في الشارع، شفت ولد يعيني معاه اطباق زلابية رايح يشتغل بيهم، وقع منه على الارض وقاعد بيعيط، وزي ناس كتير قوي تأثرنا بالمشهد وساعدناه. بس انت بتتكلمي على الحكمة يا محمد. انا مش سوبر وومن، انا مش حد عندي عين في قفايا او انا عارفه جوه الناس المغيبات يعني. المشهد ده مشهد محبوب جدا، سهل قوي يدخل على اي حد، وادخن حكيم هيخش عليه برضو. لولا ما الراجل كان شايف الولد ده بيعمل كده كتير، بس كان أنا هيصدق فعلا برضو. كنت خلاص هدخل ايدي في وانا جيبي عارفه ان انت وهطلع. يعني حكيم جدا، وانا بلجأ لك في امور كتيره جدا، فعارفه انه قد ايه انت حد حكيم. بس انت المشهد ده لا، انت اتأثرت بيه فعلا. فانا ده غصب عني، بس انا لو عطيت الطفل دوت انا ربنا هيكافئني. انا
انا ماليش يعني دوافعي كانت انه الشخص ده فعلا محتاج، الشخص ده فعلا بيمر بظروف صعبة وانا اتأثرت بيه جدا ورحت ساعدته، ايا كان بقى مساعدة مادية، رحت جبت له حاجة او طبطبت عليه او تأثرت او اخدت المشهد دوت وحزنت جدا وقعدت اصلي له. الا اذا بقى انه انا عارفة ان الشخص ده هو أيوة. شخص اولا هو قادر يشتغل، هو بيمثل دور مصدقه او ايا كان بقى، هو عارف ان هو بيمثل وبيجي يمثل عليا، بس انا عشان مستسهله وعارفه ان الرب هيكافئني كده كده فاروح مدياله طول الوقت، فكده انا بعوده على الغلط او كده انا بقول له اللي انت فيه دوت صح ناحيته جدا. هو بتعوديه على الغلط، لكن ناحيه ربنا انت مش امينه. بالظبط. اللي الرب استأمنك عليه انت مش بتمارسيه بدقه وبحكمه. انت فكرتني، زمان كان في شخصيه كده هي بتشتغل مع اطفال اللي هم بيقعدوا يعني بيعيشوا في الشارع، اسمهم اطفال بلا مأوى. فهي كانت بتقول انه لو الطفل اللي في الشارع دوت طول ما هو عايز فلوس انا اديته فلوس، فانا كبيره العقله بقول له كمل في الشارع دوت شغلانه كويسه بتجيب فلوس وكمل فيها وعيش حياتك كده. بأذيه. بس كانت يعني بتقول لنا دايما انه لا، روح اشتري له حاجه ياكلها وخده السوبر ماركت وقول له يختار حاجه، برضو قول له يختار كام حاجه لان هو هيحس ان هو لقى لقيه فهيختار كل السوبر ماركت مكتسب بقى ياخد اللي هو عايزه. فانا ينفع جدا بالحكمه اللي الرب ادهاني ان انا اقدر اساعد الناس بطريقه صح، لكن مش بطريقه فيها استسهال. وارجع تاني جوزيف واكد انه طول ما الموضوع قريب من دايره ربنا فالرب هيعرف ازاي يشكلني فيه صح. لكن بعيد عن ربنا في ناس بتعمل رحمه وهي بعيده عن ربنا، بس هي بتبقى بتعمل حاجه هي مستنيه لها مقابل. انا عندي مثلا انترفيو مقدم له عايز انجح فيه وعايز ابقى اتقبل في الشغلانه، فيلا اروح اعمل افعال خير عشان الرب يكافئني ويشغلني الشغلانه. بدور على النتائج، بدور على مصلحتي قبل ما انا اتحرك ناحيه الحد. وده الرب هيكافئه، بس هيكافئه هو على الارض، هياخد مكافئته هنا على الارض. بس طول ما فعل الرحمه بعيد عن ربنا فهو هيدخله افكار تانية كتير مش صح. قريب من ربنا انا ممكن ادي لحد مش محتاج، بس انا ما كنتش اعرف، انا مش ذنبي ان هو بيضحك عليا، وانا حكمتي ما جابتش ان انا اعرف قد ايه هو شرير. والشخص الشرير دوت ربنا هيأدبه بطريقه ما، يعني دي بقى مسؤوليه ربنا. اللي بياخد بس امانتي ان انا ما عميش عناية عن الاحتياج. انا كده فهمت حاجتين مهمين جدا. انه فكرة الرحمة بتتبني طول الوقت على الحكمة وعلى الحساسية الروحية اللي تخليني أميز قد مين. بالظبط. هل المكتسبات والخبرات اللي أنا خدتها تساعدني في الحكمة؟ إنه أنا بعرف قد إمتى، بعرف قد مين، بعرف قد إزاي. زي ما أنت قلتي أطفال بلا مأوى، سهل جدا أذيهم بأن أنا أديهم في الشارع. لكن الأصعب إن أنا أخدهم، أنظفهم، إن أنا أساعدهم، إن أنا أجيب لهم حاجة تفيدهم، إن أنا أبني معاهم مستقبل. وده شيء مرهق. أعرف اسمه إيه وكل ما أعدي من الحتة دي تسلم عليه، يعني هو هيحس إنه في اختلاف، الشخص ده مش جاي يدي فلوس ويمشي. على فكرة الناس أذكياء جدا. هو بيعرف يقرأ قوي جوزيف آخره إيه معايا. هل جوزيف بيعاملني كإنسان ولا بيشوفني إنه أنا زي ATM كده دخل، أو زي الشهادة بالفوائد هيدخل فيها فلوس عشان ياخد بركات أو عشان ياخد دعوات أو عشان هو بيبقى فاهم جدا انت شايفه انسان ولا شايفه شيء هيعود عليا بحاجه مفيده. هقولك على حاجه مش عارف صح ولا غلط، بس دي انا لاحظتها من خلال التعاملات في موضوع العطاء. انه الناس اللي محتاجه عندها عزه نفس، ده حقيقي. والناس اللي مش محتاجه، اللي عايزه كل حاجه حق مكتسب، انت لازم تديني عشان انت غني وانا فقير، انا محتاج وانت مش محتاج، طول الوقت عايزه بتمد ايديها. فيمكن ده يخلينا واحنا بنقول دوت لاي شاب هيمارس فكره العطاء او المحبه او الرحمه، انك هتلاقي اللي محتاج جدا ما بيتكلمش، ابذل مجهود في ان انا احاول بالزبط. اعرف اللي قدامي ده محتاج ولا ابذل مجهود علشان اكون حكيم، ابذل مجهود لان اللي معايا ده مش بتاعي، ده الرب استأمننا عليه. ابذل مجهود لانه كل ما ابذل مجهود اكتر هعرف ادي وارحم الشخص المناسب. بالظبط. بص يا جوزيف، للامانه يعني عشان ما تبقاش البودكاست رايح في حته اللي هو يطلع لنا جناحات، يعني لا، الموضوع صعب. وانا لما انا اصلا من المنيا، فلما جيت القاهره في الاول كنت انا متعوده انه اي حد محتاج انا هساعده وهديله، اي حد محتاج هساعده وهديله.
بس جيت في مرة شفت الموقف اللي هي بتاع ده اللي بياخد مني عنده عمارات ده وحكاوي بقى بسمعها، ونفس الشخص ده اللي بيقول ان هو اعمى لا ده مفتح فتعقدت. يعني حسيت انه انا مش اكستريم تاني خالص. كنت بدي بطلت ادي خالص. بالظبط. فتعقدت جدا وحسيت ان انا القلب اللي كان لحمي عندي بقى قلب حجر زي ما بيقولوا. بس اكتشفت ان محبة هي اللي كانت بتدي، ومحبة برضو اللي قلبها بقى حجر. انا كنت بسمع صوت نفسي. يعني انا كنت ماشية ورا نفسي، فانا نفسي سوحتني. فحقيقي جوزيف طول ما الموضوع مربوط بربنا، بانه انا برجع بصلي لربنا واقول له يا رب انا بتوب عن انا شفت ناس محتاجة وانا ما ساعدتهمش، لان انا حسيت انه الشخص ده بيضحك عليا. بس انا اسفة انه ممكن يكون هو مش بيضحك عليا، كنت المفروض اقف واشوفه هو محتاج لايه، او انه يا رب ارشدني للشخص اللي محتاج فعلا. فحرفيا يا جوزيف انا بيجي ناس احيانا في البيت مثلا هياخدوا حاجة او بتاع، انا بحس ان هم محتاجين حتى كوباية مية. يعني في عز الحر دوت اللي احنا كنا فيه. الموضوع شعراية. الموضوع شعراية. يا تسمع صوت نفسك وتتسوح اذا كان في الحلو او الوحش. انت هتبقى فاكر انت بتعمل حاجة حلوة، بس الحلو ده هيتبني على قش. عارف لما تفضل تبني طوب احمر على رملة هيضيع كله. هيضيع. في حد هتيجي هتشوف الولد اللي وقعت منه الزلابية ان هو طلع نصاب، فهتتعقد وانا مش هدي حد تاني وانا مش هرحم وانا مش هعمل، عشان انت كنت باني على جوزيف. يعني الموضوع من جوزيف ولجوزيف خلاص نقطة. بس لما يبقى مبني على ربنا لا، الموضوع بيفرق جدا جدا. من يدك وأعطيناك. بالظبط يعني. بالظبط. الرب بيبارك، والرب بيبعت ناس محتاجة فعلا، والرب بيديك فتدي، فيديك أكتر فتدي. وهي هنكرم ولاده فهو هيكرمنا، والدايرة تكمل طالما احنا ماشيين صح. أيوه. لا احنا قلوب حجرية مش عايزة تدي لأن احنا اتصدمنا، ولا احنا أنا آسف يعني مش عايز أقول اللفظ بس ينفع أقول عبطة بندي بس وكده. أي حد ما هو بس محتاج مش مهم. لا أنا يعني أنا دايما أقول كده، أمانتي على الحاجات بتاعة الرب أكتر من أمانتي على حاجات أنا. بالظبط. ده حقيقي، ده حقيقي جدا. فكرة تدريب القلب على الرحمة، الشاب اللي بيسمع أو أيا كان اللي بيسمع، إزاي يبقى عنده قلب، وإزاي صوت القلب يكون أعلى من صوت العقل. يعني دايما العقل بيفكر بالمنطق. أنا إيش ضمني؟ أنا أعمل كده ليه؟ طب ما غيري يعمل، مش مهم أنا أهتم، مش لازم أرحم. فبلغي دايما مشاعر القلب ودوافع القلب وصوت القلب ناحية الرحمة. إزاي أدرب نفسي؟ خلينا أقولها بلغة تانية، إزاي أفعل كود الرحمة؟ أيوه. هو الموضوع صعب. أنا يعني مقتنعة جدا الموضوع صعب، بس هو عايز تدريب وعايز يبقى أسلوب حياة، اللي هو لايف ستايل كده. أنا لو مشيت ورا قلبي بس ده في أي حاجة، لو مشيت ورا قلبي بس هتعك جدا. لو مشيت ورا عقلي بس في حاجات كتيرة جميلة هتحرم منها. وحتة الرحمة دي بالذات أنا بشوف إنه طول الوقت محتاجة أكون مرتبط بكلمة ربنا. أنا في أوقات ببعد عن كلمة ربنا، أنا بنسى أصلا المفروض أبقى عايشة إزاي. للأمانة يعني لو في كام يوم كده أنا بعدت عن الكلمة ومش بقعد مع ربنا، ومش برجع تاني أفعل الحقيقة اللي ربنا خلقني عليها، اللي هي بتاعت إنه الله بيحبني، أنا أحب نفسي، أحب اللي حواليا. إنسانيتي، الإنسانية ديت. وهي الرحمة هي إنه فعل بيعبر عن الحب. فلو أنا بعدت عن المصدر أنا هنحصر حوالين نفسي، هحس إنه ولا أنا استاهل ولا في حد يستاهل، والموضوع مش مستاهل، ويا رب انت امتى تيجي وربنا يخلصنا من الدنيا. وعناية تنشغل بحاجات تانية كتيرة مش محتاجة ان انا افكر فيها. واحيانا يا جوزيف من كتر ما الناس محتاجة انا بحس بالعجز، فقرر ان انا مش هاخد اكشن خالص. اصل انا بجد جيت في مرة قلت لنفسي لو انا اديت فلوس لكل حد قابلني في الشارع وكان عايز فلوس، انا معيش فلوس، مش هيبقى معايا ولا حاجه. يعني انا حرفيا مش هلاقي فلوس اروح. انت بتفتحي في حتت مهمه جدا جدا انه الموضوع مش بس فلوس. بالظبط. فالموضوع يعني بجد فعلا محتاجين نفكر في ده طول الوقت. الموضوع مش بس فلوس، موضوع انه ازيك، عامل ايه، اخبارك. الراجل اللي واقف بيبيع حاجه، الراجل ده الناس كلها بتعامله انه هو موظف،
انت عارفه ده بطرس عمل كده في سفر الاعمال. كان في راجل عند باب الجميل قاعد اديله اكتر من 40 سنه عاجز. فهو بيسأل صدقه. فانا بتخيل ان كل شويه الناس بتروح تديله صدقه. نفس فكره الاطفال اللي هم بلا مأوى دول. فبطرس قال له احنا مالناش حاجه. فاعتقد انطباع عن بطرس، طب يلا يا عم روح شوف حالك. بالزبط. قال له بس اللي عندي ده مش هيحل لك مشكله النهارده. انا هحل لك مشكله تكمل معاك. بالزبط. ايه هي؟ ان انا هخليك تقوم وتدخل الهيكل وتطفر وتسبح الله. ده حقيقي. مرات الناس بتحتاج حاجه غير اللي احنا مفكرين فيها، انه اخرك يديك فلوس، اللي هيسعدك فلوس. في حد اعرفه كده جوزيف، اتعلمت منه حاجه جميله، يعني انه لو رحنا مثلا مطعم هناكل، فجي الويتر هيسأل هناخد ايه، ازيك، عامل ايه، انت اسمك ايه، عامل ايه النهارده، وكان نبدأ نطلب. انا بكلم الجرسون. فعل بسيط، فعلا حرفيا بسيط جدا. هو مش عامله متململ او متأفف. اسلوب حياه. الشخص ده انسان، يعني بيعمل شغله، خليته يبقى بيعمل شغله وهو نفسيته اخف شويه. طبعا ده بيفرق انه انا وانا نازل عندي الاتيتيود دوت، ان انا نازل امارس الرحمه بكل اشكالها وانواعها. ده حقيقي. فده يخليني لما اتحط في موقف، اعتقد الحساسيه اللي جوايا تخليني زي ما انت قلتي الترمومتر يشتغل، الراجل ده محتاج ابتسم في وشه. والقاعده يا جوزيف بجد انا بشوف ان هي قاعده، انه طول ما انا مرتاح في علاقتي مع ربنا، مرتاح في علاقتي مع نفسي، انا هرتاح جدا في علاقتي باللي حواليا، وهعرف ازاي اعيش وصايا ربنا اداها لي. قول القاعده دي تاني بالراحه كده عشان انا عايز افهمها. لو انا مرتاح في علاقتي مع ربنا، في علاقتي مع نفسي، هعيش الوصايا اللي ربنا ادهاني بطريقه سلسه جدا جدا جدا. ازاي؟ طول ما انا قريب من ربنا وشايف قد ايه ربنا بيحبني وربنا بيرحمني كل يوم، لما ربنا بيغفر لي خطاياي. أيوة. لما ربنا بيقول لي انه انا طول الوقت محبوب، مهما كنت انا مهما كنت انا كسول، فقد الشغف، مش قادرة اقوم من النوم، مهملة في حاجات كتير، ربنا ستيل بيحبني. دي صعبة ان احنا نصدقها بسبب باك جراوند كتير جدا في حياتنا، بس صعب ان احنا نصدق ان ربنا طول الوقت راحمني وفاتح لي الباب. ولو انا صدقت وعلاقتي مع ربنا كانت في حتة صح، طول الوقت قريبة من الكلمة، علاقتي مع نفسي هبدأ اشوف نفسي في عينين ربنا، فهرتاح مع نفسي جدا. انا كويس، انا كويس حتى لو ما عملتش احسن حاجة. انا كويس وقيمتي محفوظة في ربنا حتى لو انا مش احسن شخص في الكون. الاتنين دول اتظبطوا، مردوده بقى عارف زي التروس. المردود بتاعهم ان انا هبقى مرتاحة جدا في علاقتي مع البشر. هشوف فيهم اللي ربنا شايفه فيهم، هشوف ان ربنا شايفهم انسان ليه قيمة، زي ما عمل كده مع الامرأة اللي امسكت في ذات الفعل. دي امرأة زانية، اشتغلت في الدعارة، باعت جسدها، بس لما الناس جت تحاكمها والرب كان واقف قصادها قال لهم كده: إذا كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. طول ما أنا شايف إن أنا مش أحسن من غيري، هعرف أشوف اللي قدامي ده محتاج طبطبة، محتاج أسمعه، يا سلام. محتاج أديله إذا كان أكل وشرب، أو محتاج أصليله. لما أشوف إن أنا مش أحسن من غيري، لما أشوف إن أنا مش أحسن من غيري، ده الرب الوحيد اللي عمله. لو أنا اديت رحمت اللي قدامي بحتة إن أنا شايفة نفسي أعلى، وللأسف ده بقى زي ترند كده إنه الناس تساعد ناس وتصور وتنزل. في ناس الناس بتوصل لها مين الشخص الحقيقي، يعني في ناس بتعمل كده عشان عايزة تعلمنا إنه إزاي نساعد اللي حوالينا، إزاي ندي للناس في الحر مية. أنا شفت فيديو جميل قوي، كانوا عيلة في مصيف، فقرروا إن هم يدوا السكيورتي اللي واقفين على الجيتس كده مية في عز الحر. دول ناس شايفة ناس بتنزل البحر وهم واقفين لابسين يونيفورم ومتكتفين، فحد قرر ياخد عياله ويعدوا على الناس يوزعوا ميه، وصور المشهد ده. انا كمحبه انا وصل ان ده شخص حقيقي. في ناس بتتعلموا منه، اتعلم منه. وفي حد تاني هو بيصور علشان هو شايف نفسه احسن، شايف نفسه ان هو عايز فيوز ولايكات وحاجات كده. ربنا عارف مين الحقيقي ومين اللي مش حقيقي، فاحص القلوب. فمشغلش نفسي بقى، مشغلش نفسي انا هستفيد امتى، انا ربنا هيكافئني امتى، انا هعمل امتى، لانه انا مش احسن من غيري. طول ما انا شايف نفسي مش احسن من غيري، هشوف انه هعرف احط نفسي مكان الناس، هعرف احط نفسي مكان جوزيف اللي محتاج 500 جنيه واديله ال 500 جنيه اللي حيلتي. يا سلام. يعني انت كده بتقولي حاجة صعبة جدا، انه اللي يحس بالمحتاج ممكن يكون اصلا شخص كان محتاج.
او ما عندوش على فكرة ده يعني تقريبا ده في الغالب بيحصل كتير جدا، ما اقدرش اقول 100%، بس يعني الأمانة اختبرت ده أنا وناجي جوزي، إنه في وقت تجهيزات الفرح كنا بنبقى محتاجين جدا، ونيجي نلاقي حد بيباركنا بيقول لنا إنه دي نقطتكم، فكنا اللي هو ازاي يعني؟ للأمانة كان جديد عليا إن أنا أتعود أستقبل فعل الرحمة، لأنه أحيانا اللي بيتعود إن هو يدي ما بيعرفش ياخد، ودي حتة ربنا بيقول إنه أنت مش أحسن من حد، زيك زيهم. ففي عز الاحتياج الرب بيكافئنا وبيقول أنا مسؤول عنكم. في نفس الوقت أول حاجة جت في دماغنا مين القابل اللي بيجهز تاني، عايزين يا سلام فعل ورد فعل، ده ولما حقيقي. تمارس بشكل حقيقي بتكون فعالياتها حلوة، يعني تأثيرها حلو يعني. عارف بتحس انت مش شايل هم حاجة، اللي هو ده أنا ليا خزاين عند سيدي يعني، سهلة قوي. بس انتي اتكلمتي عن الفيك، اكيد طبعا انت عارفة حادثة العامل النظافة والكشري. دوشتنا كلنا. عرفت بقى انه اول واحد ساعده، انا متأكد ان اول واحد ساعده كان قلبه بيرق ناحيته، مليان بالرحمة ناحيته، لكن اللي ترتب عليه بعد كده ده كان كله ترندات وفيك بقى، والناس عايزة تساعد للدرجة اللي فيها الراجل ده بقى اغنى مني بكتير جدا يعني. بص يا جوزيف، الشيطان شغلته ان هو يفسد اي حاجة حلوة ربنا بيعملها، دي وظيفته 24 ساعة، دي وظيفته. فهو قادر قوي ان هو يخليني ان انا ابقى مش يعني حاجة تبدأ كويس وتروح لحتة تانية مش كويسة، او انه انا اشوف المشهد دوت فقرر ان انا مش هساعد اي حد، وانا هم اللي عارفينهم وهم اللي عارفينهم محتاجين هنديهم، وخلصنا على كده، علشان الناس بقت بتكذب، والناس بقت بتعرف قوي تطلع ترند وتمثل وكده. فده شغل الشيطان، هيشوف ايه الحلو ويجي يبوظه. بس ده شغل الشيطان مش شغلي. شغل الشيطان دوت ربنا هو اللي قادر ان هو يوقفه. فانا خليني مكملة في الحتة اللي انا بعملها، امشي اشوف مين محتاج ومين محتاج مساعدات ومين محتاج رحمة، وعلى قد ما اقدر اعمل، مش شرط بفلوس يعني، بلاش نحصر الحتة في حتة فلوس. الموضوع فعلا يعني انا في واحدة بحبها قوي كده، هي حتى السايس اللي بيراكنها هي بتعامله كويس، هي معهاش تديله اكتر من 10 جنيه بس هي بتعامله كويس، تقديم ملايين الدنيا يعني. ده حقيقي. فبلاش نحصر الحتة طول الوقت في حتة الماديات، علشان ما احسش كمان بلود، يعني ما احسش ان انا اعمل كده، اعيش الحياة دي. يعني كنت مرتب ان انا ما اقولش الكلام ده، بس انا هقوله حتى لو انت مش موافقة. احنا كنا في بلد ما بنتعامل مع ناس غير مصريين، ورحنا خدنا معانا اكياس لناس غير مصريين ومحتاجين في بلد ما، وانت كنت معانا، وكنا واخدين معانا اكياس كتيرة عشان نعبر عن محبتنا للناس ديت، ودخلنا وقعدنا وكنا عايزين نقدم رسالة المحبة بطريقة ما. قعدنا ساكتين كلمش، طب احنا جايبين حاجات حلوة يعني مفيش خالص. قعدنا غالبا طول القعدة مش عارفين نتكلم ولا نستقبل ولا نعمل اي حاجة، لحد ما في لحظة وانا هقول الكلام ده انا عارف مش هيعجبك، يعني انه انتي رحت ناحية الست دي وحضنتيها وقعدت تبكي معاها لمجرد ان هي بتحكي بس تفاصيل حياتها. نقطة تحول كبيرة جدا قدام عينيا للست وبنتها الى اليوم، اعتقد الى الان، ان نقطة التحول ديت دموع عينيكي اللي فرقت في حياة الام والبنت ديت. ما كانتش عايزة حاجة، ما كانتش عايزة فلوس، ما كانتش عايزة حد يقول لها كلمة حلوة، قد ما عايزة حد يطبطب عليها. وكأن الطبطبة دي كانت المفتاح اللي فتح بوابة كبيرة جدا لمعنى كلمة الرحمة. والقصة بتاعتها كانت صعبة جدا، والحكاوي والفيديوهات والدنيا حاجة مؤلمة جدا. هي ما كانتش عايزة أي حاجة، مش عايزة فلوس. يعني أنا بعتبر أنه المفاتيح بتاعت الرحمة مش أي حد يفتحها، ولأن مرات إحنا بنفتحها بغش. أنت عايز إيه؟ أنا هديك رز وسمن وزيت ولبس أنا مش عايز ده. أنا عايز حد يحنو عليا، عايز حد يبكي مع بكايا، عايز حد يبقى مهموم لهمي. بص يا جوزيف، هما الاتنين بيكملوا بعض، يعني تسديد الاحتياجات اللي هي أكل وشرب، والاحتياجات النفسية اللي هي
اسمعك، طبطب عليك، اعرف همومك واتشارك معاك كده حتى لو ما عنديش حلول. الاتنين بيكملوا بعض، لانه احيانا بنغفل عن ده، بنهتم قوي بالحتة اللي الجانب هي المادي. سمنة ورز ولبس، وننسى انه الناس دي محتاجة لا نهتم بيها، واحنا بنديها الحاجات ديت انه نقدرها ونعرف ظروفهم ومشاكلهم ودنيتهم عاملة زي على قد ما نقدر. لانه احيانا الانشغال قوي بالحاجات دي بينسينا نفسنا. بالظبط. ولا بس انا نفسي ليها حق عليا، انا ربنا قال حب قريبك كنفسك. مش عارف احب قريبي غير لما احب نفسي. وقريبي ده اللي هو اي انسان، لانه احنا كلنا من اب واحد هو ادم. دي مهمة جدا، انه يخليني مش بس ادي بطريقة معينة لناس معينة، لكن ادي بقلب للي محتاج، بالظبط، ايا كان اللي محتاج ده. بالظبط. الحاجة التانية اللي فرقت معايا بقى النظرة السلبية، ده مش معاكي. شفت طابور طويل عريض لناس بتدي مساعدات بالخرزانة، واللي يطلع بره الطابور يتضرب. فانا الانطباع اللي جاء عندي ايه الذل ده؟ انت بتدي مشهد مش حلو. انت بتدي ومفيش حاجه تجبرك انك تدي، بس محدش قالك وانت بتدي ادي أيوه. يعني لما الرب قال كده اريد رحمه لا ذبيحه، يعني اعتقد انت عندك تعقيد. اعبدوني، يعني اللي هو لا ما تجيش تعبدني وانت مش بترحم اللي حواليك، يعني انا مش عايز العباده دي. ايه اللي بيحرك قلب الرب اكتر في الموضوع دوت؟ انه انا قد ايه اكون حقيقي ودوافعي حقيقيه. يعني الرب قال كده اللي هو في شخص معاه كتير جدا وبيجي يحط العطا، بس هو واقف وشوفوني انا فلان الفلاني انا بحط في العطا فلوس. وفي شخص تاني من فضلتهم يعني هو معاه قد كده وبجزء صغير كده قادر يستغنى عنه وعايز يعمل بيه شو قدام الناس وبيجي يمثل ان هو بيدير ربنا. وفي شخصية تانية هي معهاش غير بس فلسين وبتيجي تدي ربنا كل ما تملك. الفلسين دول أقل من اللي الراجل اداه، بس الرب شايف القلب، لأن الرب أصلا مش محتاج الفلوس، وربنا قادر يرحم كل الناس وهو بيرحم كل الناس، بس ربنا بيشركني معاه في عمله. عايزة تقول ان الله بيستخدمني لأجل عمله؟ بالظبط. هو ربنا مش قادر يعمل كل حاجة بنفسه، بس ربنا خلقني علشان يبقى فيه بيني وبينه علاقة. العلاقة دي إنه محبة، أنا الست دي محتاجة ساعديها، فأنا بحس إن أنا ليا دور. الرب مش محتاج حاجة، وربنا قادر جدا إن هو يعمل كل حاجة بنفسه، وربنا مش محتاج فلوس. هو إذا كان فلسين ولا 2 مليار ولا هو قادر يدي، بس هو عايز يشكلني. هو عايز يشوف انت يا جوزيف وانت بتدي، انت يا محبة وانت بتدي، انت قلبك فين، دوافعك فين. وارجع تاني جوزيف واقول يعني ممكن تكون انت حكيت موقف انا مش بحب اني احكيه، بس الموقف اللي انت حكيته بتاع الست اللي بكت دي، انا في اليوم دوت كنت في الحتة الصح، بس بعديها انا لا، محبة ما كانتش احسن حاجة. محبة ما كانتش عارفة تساعد اللي حواليها، ومحبة كانت حاسة بانه الناس فيك والناس بتدعي الاحتياج. يعني في مواقف تانية انا ببقى فيها مش احسن حاجة، وانا بني ادم عادية جدا. يعني نفس الناس اللي بتسمعنا تعرف انه احنا مش ناس بيرفكت، صواب وخطأ. احيانا بنبقى مش قادرين ندي، واحيانا بنبقى عارفين ان في حد محتاج بس احنا مش قادرين نتحرك ناحيته. واحيانا ببقى انانية، واحيانا ببقى عايزة ده لنفسي وبتاعي وانا مش قادرة اطلع مني. بس هي رحلة ربنا بيشكلنا فيها. انا بعرف الغلط والصح، بعرف ربنا عايزني فين، وبعرف الشيطان بيعرف يخش لي منين، وانا اللي بختار. في مواقف هقدر اختار فيها، وفي مواقف هحاول فيها وربنا هيشوف محاولتي، في مواقف هعمل فيها عمل رحمة بس اللي قدامي هيبقى شخص هو ما كانش محتاج الرحمة دي، بس ربنا هيقدر يكافئني على ده. وهفضل احاول انه بس حقيقي المحاولة الصح هي قدام كلمة ربنا. انا بس لاحظت كده رغم ان الكلام ده مش مترتب، لكن فرق معايا حاجة، انه لما الكتاب قال من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطية له. يعني انك انت تكون عارف ان اللي هتعمله ده المفروض تعمله صح. ما تعملوش، صح. فده خطية. دي خطية. حاجة انت بتغض البصر عنها. فاكرة الراجل اللي كان اديله 38 سنة قال للرب لفظ صعب جدا يحمل كل معاني الرحمة، قال له ليس لي إنسان
انا ما عنديش حد يشيلني. وده بيأكد الفكرة اللي انت قلتيها انه كل واحد بيفكر في نفسه. بالظبط. انا يا عم بس بالزبط. الملاك يحرك المية فانا ارمي نفسي بالزبط. او ارمي حد تبعي. بالزبط. انا ماليش حد. فالرب كأنه جاي عايز يقول انا مش جاي اشفيك، انا جاي اعلن اللي انت قلتيها، معنى الانسانية. بالظبط. ان انا انسان. واللي بيرحم، لو انا برحم حد فانا محتاج لرحمة. واحلى حاجة بتعجبني في موضوع الرحمة انه ربنا رحيم وأدام لينا الرحمة. يعني الرب طول الوقت بيرحمنا. أنا كويسة، أنا مش كويسة، طول الوقت بيرحمنا. أي حد محتاج لرحمة، أي حد محتاج إنه خطاياه مغفورة، أي حد محتاج يحس إنه ربنا بيسامحني على ذنوبي وبيرحمني كل يوم بيرحمني. فأي إنسان محتاج لرحمة. إحنا مش بنقدم رحمة، إحنا محتاجين رحمة، فبنحاول ندي رحمة زي ما احنا محتاجين وربنا بيسدد لنا. في ناس غايب عن تفكيرها انه ربنا رحيم، انا بوصل له. اعتقد من صفات الله العظمى الرحمن الرحيم. بالظبط. انه هو ده اللي بيعرف يدي الDNA بتاع الرحمة. بالظبط. يعني وانا من غير رحمة ربنا عمري ما كنت اعرفه. لانه مين انا عشان اعرف ربنا؟ بس ربنا عشان تراحم عليا وترأف عليا هو عرفني بيه، وعرفني فكره من ناحيتي، وعرفني انه انا عايزني انه انا اكون برضو رحيمة بالبشر اللي حواليا. يعني انا مبسوط ان الموضوع انسيابي ومش مترتب علشان نرتب دماغ الناس قد ما ان احنا نحرك قلوبهم ونحرك احشائهم. انه زي ما قال الكتاب كده احشاء رحمة يعني. ودي حاجة اعتقد بتحرك قلوبنا وبتشبع قلب الرب. بالزبط. لما يحس انه استخدم الانسان للبشر. زي ما انت قلت كان الرب ممكن يخلصها كده منه للبشر. يعرف يدي يعرف يرحم، لكن الله استخدم الانسان علشان يتعامل بالرحمة. مع قساوة قلب الانسان. مع قساوة قلب الانسان هتلاقي فيه انوار كده. بمناسبة البودكاست بتاعنا نور، في نور كده تلاقي واحد كل 100، واحد كل 10 بيعرف يقدم بالزبط. الرحمة. هل عندك مواقف معينة شفت فيها شعاع نور وسط الضلمة اللي حوالينا؟ يعني نشكر ربنا بيكرمني بناس جميلة جدا. أنا بشوف إن هم بيعملوا أعمال رحمة، وناس جميلة جدا أنا بشوف إن هم عندهم احتياج لرحمة فعلا، وعندهم عزة نفس. وأعمال الرحمة دي بتتعمل، يعني لما بتتعمل معاهم هم قد إيه بيبقوا ممتنين. أنا يعني مش حابة أحكي مواقف تخصني أنا، بس حابة أحكي عن ناس أنا بشوفها إنه أنا متأكد إنك بتحكي حاجة عنك وأنا عارف اللي أنت بتعمليه، لكن لو في موقف فرق معاكي ملمس وطول الوقت قدام عينيكي عن أعمال الرحمة يعني. كان في واحدة صاحبتي كنت عايشة معاها في وقت كانت لفتت نظري الحاجة كده. كنا لما نطلع الشتوي والصيفي كنا نشوف اللبس اللي مش محتاجينه يعني. فالواحد كان متعود بيطلع اللبس ويحطه في شنطة ويشوف مين هي كانت تاخد اللبس تكويه تغسله، أهم حاجة يبقى نضيف، اللي محتاج مكوى يتجهز، ومش تعمل دوشة. يعني هي في الاستخبص كده انت بس بتاخد بالك انه الحاجة دي مش دايركت هتحصل. يعني مش فارق معايا الناس تاخد بالها. بالظبط. واتعلمت انه لو هدي الحاجة اديها زي ما احب ان هي تجيلي تاني. لو هدي حاجة اديها زي ما احب ان انا اخدها. مش بالطريقة اللي انا احب ان انا استلم بيها حاجة، احب ان انا اشوف الناس حاجة بكم افعلوا انتم ايضا. بالظبط. بص يا جوزيف، حقيقي كل فكرة جميلة دور وراها تلاقي وراها ربنا. كل حاجة حلوة هي في الآخر أصلها ربنا. فبجد يعني اللي عايز يعيش صح هو يربط نفسه بربنا، وده هيترتب عليه كل حاجة بعد كده. يعني في موقف كتير. سوري بس انت بتقولي ان هي غسلت اللبس وكويته وخليته كده جديد. انا وما ينفعش يبقى فيه اي ديفو يعني. ما ينفعش يبقى فيه قطعات، اللي هو ما ينفعش اتنازل عن حاجة هي لا تصلح اصلا لاي حاجة. بقول لا هم اصلا ماشيين حافين، يا عم دي جزمة مقطوعة تنفع. الشخص بيوصل له جدا. عارفة المحبة في ست عظيمة مش عايز أقول اسمها، هي ما تحبش أقول اسمها، قالت لي من فضلك وانت بتشتري الحاجة ليك بنفس المبلغ اللي هتدفع فيه الحاجة ديت اشتري اللي محتاج. يعني تشتري تيشيرت دوت ب400 جنيه ولا 300 جنيه، اشتري بنفس القيمة بالظبط اللي يلبسوه ولادك
يلبسوه ولاد الناس المحتاجة. بالظبط. واعتقد دي اعلى مناسيب الرحمه، ان انت بتقدم رحمه حقيقيه، مش بتديله زي ما انت قلتي من فضلتهم اعطوا، او لما يتقطع منا ادهوله. فانا فارق معايا ان تقولي غسلت وكوت ووضبت واختارت الحاجه اللي تليق بيها انها تلبسها فتديها له بأبسط حاجه، يعني انه اللي بيعمل اي فعل فيه رحمه ربنا قال كده انه يعني بلاش تبقى مرائي. هي الفكرة برضو انه بيكون في ناس في ظواهرها كده بحس ان هم مش محتاجين رحمة، يعني ده عنده كل حاجة، ده غني، ده يعني ربنا مريحه من كل جوانب حياته، وبحس انه مش محتاج رحمة. لكن مجرد ما اقرب منه واتعامل منه عن قرب واتعامل معاه عن قرب بحس انه شخص من جواه ضعيف محتاج حد يقرب منه، يحن عليه، يصلي معاه، يحس بوجع ممكن يكون جواه مدفون. فبحس انه ممكن الرحمه مش بس تظهر في الحاجات المتشافه بالعينينا يعني، لكن في ناس ممكن تكون في ظواهرها حلوه ولكن من جوه هو محتاج حد يقرب منه ويحن عليه. بالظبط. عارفه تتر الندم، بوم 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 تتر الندم اللي هو يا ريتني كنت بسبب الانطباعات المسبقه بالظبط خلتني معرفش اوصل للاحتياج. مرمر وهي بتتكلم فكرتني في فيديوز كده منتشرة الفترة دي، أنا مش فاكرة بالظبط الناس اللي بيعملوا الحاجة دي يعني، بس هم مجموعة كده جمال قوي. انت مثلا تبقى قاعد في الشارع في مول أو في أي مكان يعني، وباين عليك ان انت شخص كويس لابس كويس وتمام، يعني عكس نظرتنا عن الاحتياج يعني. يروح حد مديله وردية وكاتب له مثلا ضحكتك حلوة قوي بلاش تحرمنا منها مثلا، حاجة بسيطة جدا، بس بيصوروا رياكشن الناس بعديها كمية سعادة واغلبهم في ناس تبقى عينيها مدمعة خد الحاجة اللي عايزها، حس انه هو يعني انا مش لازم اجي ابقى اقول لك لله او اقول لك انا مش لاقي اكل او عشان تعرف ان انا محتاج طبطبة، محتاج حنية. يعني هي اعمال الرحمة ممكن تكون كلمة رحمة دي كبيرة شوية، بس هي اعمال الرحمة هي في الاخر هي حنية، هي ان انت تبقى طيب، ان انت تبقى جميل مع الناس وودود وعطوف وحنين. يعني هي كل دي اندرج تحت افعال الرحمة. هل الرحمة محتاجة اجتهاد ان انا اوصل؟ يعني كلام مرمر وتأكيد كلامك انت انه انا محتاج اوصل من غير انطباعات ومن غير نظرات ومن غير صورة العالم ومن غير اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. هل محتاجة اجتهاد وجهاد؟ طبعا يعني هي محتاجة اجتهاد واي حد فينا احيانا بيتعب وبيحس ان هو مش قادر يطلع بره دايرة نفسه. فللأسف الفترة دي من الحياة يعني هي مجهدة جدا لكل الناس وصعبة جدا لكل الناس وربنا ما قالناش لما حياتك تحلو ابقى رحيم، وربنا ما وعدناش بحياة رغيدة، بالعكس هو قال في العالم سيكون لكم ضيق وقال انه العالم وضع في الشرير، وقال كل الحاجات اللي بتقول انه العالم صعب والوقت ده صعب جدا وما وعدناش بحياة مليانة بالرفاهية. بس هو ربنا بيدينا الباور اللي هو نمشي بيه كده، انه قعدتنا معاه وعلاقتنا بيه هي اللي نقدر بيها ان احنا نجتهد نوصل للناس ونكون رحماء معاهم في وقت انا محتاجة وهو محتاج وبدي من احتياجي. المثل اللي قلنا انه الست اللي ادت من احتياجها دي ربنا شاف قلبها جدا، فما استناش الحياة تحلو وعشان اخد اكشن اتجاه الناس اللي حواليا واكون رحيمة معاهم، وفي نفس الوقت اعرف دوري انه انا الزق في ربنا جدا، الزق في كلمته، الزق في وصاياه، الزق في الناس اللي بتحبه. احاول بقدر الامكان علاقاتي تبقى فيها ناس هي فعلا بتحب ربنا، لانه لما الواحد بيحتك بناس كتيره بتمارس اعمال رحمه ويشوف قد ايه هم طيبين وحنينين عليه هو شخصيا وعلى الناس اللي حواليه، بيحس انه الدنيا لسه بخير وربنا لسه بيعمل في قلوب الناس، وبيحس ان هو في دور عليه ولسه ما قامش بيه. والعكس صحيح. ولما بحتك بناس هي منتهى الأنانية وشايفة الناس كلها نصابة والناس كلها وحوش والناس صعبة والناس أنانية ويلا عايزة أكوش، أنا غصب عني تفكيري بيبقى شبههم، وبعرف قوي إنه
في الوقت ده ربنا بيكرمنا احيانا، ربنا بيكرمنا طول الوقت انه بيديك كده الاحساس بتاع اللي هو الصوت اللي بيبقى جواك انه في حاجة غلط، محتاج ارجع تاني اظبط الزوايا، محتاج تاني ابقى حساس باللي حواليا، لانه الحلو قليل، دايما الحلو قليل، لو الحاجة زادت تعرف ان هي قيمتها قليلة. انا كلامك غالي عليا جدا، انه المكتسبات ديت باخدها من قعدتي مع ربنا، قعدتي مع كلمته. الرب نفسه هو نموذج حلو لفكرة الرحمة والمحبة والعطاء بالظبط. الغير مشروط. كمان المناخ اللي حواليا، الأشخاص اللي حواليا يكون ليهم تأثير سلبي أو تأثير إيجابي، بالظبط. يكونوا بيشوقوني لفكرة أن أنا أمارس الرحمة أو يبعدوني بكل الصور عن أن أنا يكون قلبي رحيم. بالظبط. أنت بتتكلمي عن العالم، لأنه دي سمات العالم، سمات العالم. أنت عارفة أن الكتاب قال أنه في الأيام الأخيرة ديت الناس مش هيكونوا رحماء حتى بالزبط. على أهاليهم. بالظبط. هو الوقت ده فعلا يوسف هو صعب جدا انه تلاقي ناس برحيمة وناس بتحب الناس، بس صدقني دايما وسط الضلمة جدا، الضلمة السواد الكحل لما عود كبريت بيتنور فيها بيبان جدا. فحقيقي اي عمل رحمة احنا بنعمله في الوقت ده، بالذات الوقت الصعب دوت اللي مليان اخبار صعبة ومليان احتياجات صعبة ومليان اقتصاد صعب، اي فعل بسيط احنا بناخده حقيقي بيكون زي النور وسط انت الضلمه. عملت لنا اعلان للبودكاست بتاعنا. احنا نور، يعني احنا المفروض نكون نور وسط الضلمه ديت. انت بتتكلمي على كل حاجه مظلمه والستاره نزلت كده السوداء، لكن في شعاع نور ينور كل الضلمه. الرحمه ضعف؟ لا طبعا، بالعكس الرحمه قوه. الطبيعي ان الشخص ما يبقاش رحيم، الطبيعي ان الشخص يفكر في نفسه، الطبيعي ان الشخص يبص على نفسه، لكن قوة منك جدا ان انت في وقت تطلع برا نفسك وتاخد اكشن ناحية غيرك، حتى في وقت انت محتاج فيه، لكن تبقى شخص رحيم باللي حواليك، بتعاملهم كويس، بتطبطب عليهم، بتعرف احتياجاتهم. محتاجة قوة يعني. هي الرحمة قوة. اي فعل فيه خروج برا دايرة راحتك هو قوة كبيرة جدا. يا سلام، حلوة قوي. طب هقول لك على حاجة ما تضحكيش يعني. الرحمة والرفق بالحيوان. لا أضحك ليه؟ يعني هل ديت دلوقتي يا عم يقول لك يا عم مين بس لما أكل عيال الأول، يعني هل رحمتنا أو يعني قلوبنا ناحية الحيوانات دي حاجة وقتها؟ يعني ده وقته؟ بالعكس يا جوزيف، أنا بشوف إنه يعني السوشيال ميديا دلوقتي بقت بتخلينا نشوف حاجات كتيرة قوي الصراحة. فأكتر صور بشوفها بالرفق بالحيوان بتبقى من ناس معهاش وقاعدة في الشارع، وتلاقي واحدة ست باين على شكلها ان هي عايشة في الشارع يعني، لكن لما حواليها قطط وعمالة تأكلهم، لأنه اللي محتاج بيحس باللي محتاج. فالحيوان دوت روح، ربنا خلقنا أصلا عشان نهتم بالبيئة اللي هو خلقها حوالينا، إذا كان بقى النظافة ولا إذا كان الحيوانات اللي في الشارع ولا إذا كان كده. فلا دي صورة جميلة قوي إنه احنا نبتدي نهتم بالحيوانات يعني. وبالعكس الوقت دوت في ناس كتير قوي مهتمة قوي بإنه لا الحيوان نهتم بيه ونرحمه. انت عارف انا بقول لك كده ليه؟ لأنه يعني في شارع كده جنب البيت عندنا، نفس الكلب اللي بيهوهو علينا واحنا ماشيين هو نفس الكلب اللي بيجري على ست، وزي ما انت قلت هي مش غنية ومش باين عليها، يجري عليها بلهفة لمجرد ان هو عارف ان هي هتطلع من الكيس بتاعها وتديله اكل بسيط. نفس الكلب، والكلب بيجري بيهوهو علينا خوف، لكن بيجري عليها حب، وكأنه عايز يقول لها انت الوحيدة اللي ترفقت بينا يعني. يعني ده حقيقي. وارجع تاني اقول يا جوزيف انه لا احيانا بنبقى مش قادرين الصراحه نعمل اعمال رحمه مع الحيوان يعني، او بس هي لكن على الاقل ما يبقاش فيه اذيه يعني. ما يبقاش فيه اذيه يعني. الشخص اللي بيأذي حيوان او بيدمر حاجه ربنا خلقها، ده انطباع عن حاجه جواه مش حلوه يعني. هو يا اما مجروح قوي يا اما اتأذى قوي، فبيعمل في الطبيعه زي ما حصل فيه، يصعب علينا. بس ده فعل مؤذي. نحاول بقدر الامكان اللي هو يعني بلاش نحدد الرحمة بتاعتنا موجهة فين، لأنه ربنا كان بيمشي بيشوف المرضى ويشفيهم، مش اللي هو جاء لا يصنع خيرا. هو بيصنع خير أيا كان لمين وفين وإمتى وإزاي. فبلاش نقنن الرحمة بتاعتنا هي رايحة فين.
الرحمة فعلا ربنا بيقول لنا ان هي تبقى لايف ستايل، يعني الحيوان ابقى رحيم معاه، الانسان ابقى رحيم معاه، بلاش اخد اتجاه الرحمة للحيوان علشان الناس بقت وحشة جدا وبشعة وما تستاهلش. او العكس. والعكس يعني ليه ما بقاش انسان يدعو للرحمة ويعمل رحمة طول الوقت؟ يعني قبل ما نختم اللقاء الجميل دوت، مش عايز اقول لقاء يعني القعدة الحلوة ديت الممتعة، بتتكلم عن موضوع ممكن يكون غايب عنا، نور وسط ضلمة فعلا. عايز اقول انه يعني اكتر حاجة فرقت معايا انا شخصيا يا محبة، كل الكلام حلو، بس اللي فرق معايا انه مش مهم انا بدل مين الشخص ده، لانه مرات احنا بنختزل نوعية الناس. يعني فاكر القصة بتاع الكاهن واللاوي اللي عدوا على واحد سامري، ده شافه مشي وده شافه مشي، سوري عدوا على واحد كان مرمي في الارض، ده شافه مشي وده شافه مشي، لكن سامري صالح عمل ايه؟ ترفق بيه واعتنى بيه، ويمكن كان مغمى عليه مش عارف مين اللي بيساعده. انت عارف يا جوزيف انه اللي هو كان مرمي في الطريق دوت حرامية طلعوا عليه وضربوه واخدوا منه كل فلوسه وسابوه مرمي في الارض. ده كان شخص الكتاب المقدس بيقول عنه ان هو يهودي، واللي جه الوحيد اللي ساعده ده كان سامري، وهما الاثنين كان في بينهم مشاكل كتير جدا زي عداوة، ده مقتنع بحاجة وده مقتنع بحاجة. بس السامري الصالح دوت هما مش اسم باباه صالح، هو سامري صالح عشان هو عمل خير. فالشخص السامري دوت هو ما قربش منه، اول حاجه سالها له انت مين. هو زمان كان اللبس بيوضح، بس هو الناس حتى سابوه عريان يعني، فما سالوش انت مين ولا بتعبد مين ولا اي تفتكري حاجه. اول ما فاق كده عارف انه سامري قال له لا ابعد عني، انت بتعمل؟ بالعكس اعتقد اتصدم، لان هو يعني بالزبط. اتصدم في حاجات كان مقتنع بيها انه انا بس اساعد المفروض يساعده ما ساعدوش، واللي مش مفروض يساعده هو اللي واقف جنبه. خلينا اقول حاجه يا رب تكون صح، ان العالم الايام ديت، العالم كله المضطرب محتاج للرحمه. العالم محتاج لرحمه في تعاملاتنا وفي حياتنا وفي علاقاتنا وفي دوائر اشغالنا، محتاج للرحمه. بالزبط. يعني خليك رحيم، يعني خليك انسان زي ما انت قلتي من شويه، خليك انسان. اخر حاجه عايز اقولها، واعتقد انت هتقولي فيها وتختمنا كده، يعني تحزمنا الموضوع، يعني هل الرحمه تاثيرها بيدوم؟ اي حاجه حلوه بعملها تاثيرها بيدوم حتى لو انا ما شفتوش. حتى لو ايه؟ لو انا ما شفتوش. تمام. يعني انا عملت حاجه كويسه ومن قلبي كانت فعلا طالعه بدوافع نقيه لربنا، ممكن ما اشوفش النتاج بتاعها. يعني ممكن اعامل جوزيف بطريقه كويسه مثلا، وانا جوزيف شخص شفته في الشارع بس مش هشوفه تاني، بس جوزيف هيروح البيت يعامل بنته بطريقه كويسه، البنت هتعامل البنت صاحبتها اللي معاها في المدرسه بتتنمر عليها بطريقه كويسه. فبيدوم طبعا. ومش لازم استنى الناتج بتاعه عشان اقدر اكمل في اعمال الرحمه. يعني احيانا انا كمحبه غصب عني كنت ببقى مستنيه اشوف المردود، اذا كان الشخص ده يبقى احسن او اذا كان انا يعود عليا بالنفع. ودي كانت يعني زي حفرة كده الشيطان وقعني فيها، يعني ان انا مستنية حاجة لنفسي، برضو الموضوع بيدور حوالين نفسي. بس لا اقدر اقولك انه ربنا بيقول انه الرحمة بتدوم، وكل نبتة حلوة انا بزرعها ربنا بيقدر ينميها وبتجيب ثمار كويسة جدا. الحقيقي مكمل. وارجع واقول تاني ده صعب، وإذا كنت أنا بتكلم عن الرحمة فأنا مش حد يعني بعمل كده طول الوقت، لأن أحيان كتير بقع، بس ربنا عايز ناس على قلبها تحاول إن هي تبقى بتعيش وصاياه يعني. بس بنقع ونقوم بس فعلا محتاجين إن احنا نفوق كده إنه ربنا عايز مننا إيه ونكون بنعيشه. يعني دي أحلى حاجة ينفع نختم بيها، إن وصايا نور، والنور دوت مش كلام على ورق ولا كلام على المنابر، لكن كلام في الشارع. النور الحقيقي بيبان في الشارع، مش بيبان على كلامنا، لكن بيبان في حياتنا وتصرفاتنا. بالظبط. يعني بكل حب أقول لك يا محبة، وانت اسم على مسمى فعلا، انت بتعيشي الكلام أكتر ما بتقوليه، وده اللي خلى الكلام حقيقي، انه اختيارنا للموضوع مع الشخصية يخلينا نعرف قد ايه انه الشخص الحقيقي بيعمل حاجات حقيقية يمكن ما بيشوفهاش، لكنها زي ما انت قلتي تأثيرها بيدوم وبيكمل، تفضل بذرة وتجيب ثمر في يوم من الأيام.
ربنا يباركك ويدوم محبتك ورحمتك اللي حواليك. شكرا يا جوزيف. وليكن نور. ليكن نور.